السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم هاجر كويزين. اليوم ان شاء الله حبيت ندير لكم لا غوسيت تاع طاجين زيتون بالدجاج. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. بون عندي ملاحظه فقط. المقادير تاع التحضير لي زانغريديون دو بريباراسيون تصيبوهم في لا بار دانفو جوست تحت الفيديو. تصيبوا البلوك تاعي المدونه تاعي، تصيبوا فيها كامل المقادير تاع التحضير. ضغطوا بك على اللين. هنا نمروا طريقة التحضير. هنا نشوفوا يكون عندنا 4 مرصوات تاع الدجاج. هنا عندنا حبة بصل مقطعة. هنا عندنا زرودية انا نشوفوا كشي مقطعة رقيقة حوالي نص سنتيمتر. هنا عندنا الزيتون غليته جوج خطرات. هنا عندي الملح، الفلفل الكحل وزعترة والزيت. نسحقوا الزيت. نديرو الزيت في الكوكوطه تاعنا. كاين واحد المشتركه قالت لي ما شتكش راه درتي الزيت في الطبيخه. هاني انا ندير الزيت، ما نحبش نكتر بزاف، جوست حتى يتغطى الطبقه التحتانيه برك. ومن بعد دو بريفيرونس نسخنوها شويه الزيت، ومن بعد نرميو الدجاج تاعنا باش نقليوه. هنا نحطها على الفرن. هنا كما رانا نشوفوا راني نقلي في الدجاج تاعنا. خليو الدجاج تاعكم يتقلى مليح. هنا نضيفوا الملح، فلفل الكحل وزعترة تاعنا. نكملوا نقليو ونحركو. صحيح يطولوا طاجين زيتون خاص يطيب في الطاجين برك. احنا باش يطيب لنا تمتم راني درتو في الكوكوطه. كما نشوفوا راني ضفت البصل. بعد ما نقليو مليح الدجاج تاعنا نضيفوا له البصل، نزيدو نخليه يتقلى شويه مع البصل. نخلوه يتقلى ونحركوه مره على مره. هنا كاين اللي يطيب الدجاج ومن بعد يضيف زروديه وكامل. انا نضيف نص تاع الزروديه تاعي مع الاول باش تلقلي البنه مع الدجاج، ومن بعد نكمل النص الثاني مع الزيتون. هنا دوك نمرقو نديرو الماء جوست حتى يتغطى لكم زيتون، حتى يتغطى الدجاج تاعنا، جوست يتغطى الدجاج تاعنا. ومن بعد نغلقو عليه الكوكوطه نخلوه يطيب حوالي 15 دقيقه في الكوكوطه، 15 دقيقه. ومن بعد نحلو عليه ونكمل معاكم. كما نشوفوا هنا نحركوه شويه برك ونغلقو عليه خلوه يطيب. هنا بعد 15 دقيقه ياخذ هذا الشكل كما نشوفوا. هنا نضيفو زروديه اللي قاعد تسنى، ونضيفو الزيتون. هنايا راني ضفت شويه الماء، ما وريت لكمش، نضيفو شويه الماء برك هكذايا. واللي يحب تكون فيه المرقه زياده يدير المرقه حتى وانا نشوفوا الزيتون. هنا انا نشوفوا راني نطلع في الدجاج من الفوق باش يكمل يطيب لي الزيتون من تحت مع زروديه بعقلهم. والدجاج راه طايب ديجا شويه، نحطوه من الجهه الفوقانيه. بون كما كنت نقول لكم، اللي يحب المرقه زياده يدير المرقه حتى يزيد لها دوك الماء حتى وين تتغطى كامل.
كما راح نشوفوا يزيد لها المرقه. ومن بعد تيك في الاخر نحكموا شويه هذيك لاصوص بعد ما يطيب لنا 10 دقائق الاخرين، نحكموا شويه هذيك لاصوص ونحلوا مغرفه تاع الفارينه نحلوها مع هذيك لاصوص، ومن بعد نعاودوا نرجعوها لداخل الطنجره تاعنا باش تعقد لنا شويه هذيك المرقه. واللي يحبها خفيفه وما ما يحبش بزاف المرقه ما يضيفش بزاف الماء، كل واحد كيفاش يحب. هنا نغلقوا عليها حوالي 10 دقائق واحد اخرين. هنا يكون الطبق تاعنا جاهز، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا ان شاء الله في تحضيره، وان شاء الله تاكلوه بصحه والهنا. ما تنساوش بك تشتركوا في القناه وديروا لي جيم ولا عجبتكم العرسات. نتلاقاو ان شاء الله المره الماجيه في فيديو جديد، والسلام عليكم.